كل واحد فينا حكاية، يمكن بنخبيها، يمكن مش عايزين نفتكرها، بس لما بنحكيها بنفهم نفسنا أكتر. قرب واسمع الحكاية. في الغابة الكبيرة دي كلهم يعرفوا إن في واحد بس ممكن يسأله عن أي حاجة ودايما عنده إجابة. اسمه عبقرينو، والثقة اللي عنده أكبر من حدود الغابة نفسها. أنا امبارح كنت ماشي في الغابة وسمعت صوت مخيف قوي. عبقرينو، تعرف هو إيه مصدر الصوت ده؟ ده أكيد طائر التنين اللي بيظهر وقت المغرب. خلي بالكوا، لازم ما نقربش من هناك وإلا هينفجر. ينفجر؟ يعني ينفخ نار؟ أيوه، عرفت عنه في كتاب قديم كنت قريته قبل كده. إيه ده؟ الصوت بيزيد أكتر. يلا نمشي بسرعة من هنا لحسن التنين يظهر فجأة. آه، يلا بينا نمشي بسرعة. إيه ده؟ ده الأرنب الصغير كان تايه من امبارح. يبقى الصوت اللي سمعناه هو صوته وهو بيعيط؟ أمال إيه التنين اللي عبقرينو كان بيقول عليه ده؟ عبقرينو، إحنا كنا هنسيب ولد تايه بسبب كلامك، وحمادة قال لنا إن الكهف مفيش فيه تنين أصلا. يعني أكيد مش كل الكهوف زي بعضها، فده مش غلطي. عبقرينو، دراعي اتلوى من التمرين، أعمل إيه؟ سهلة جدا، أنا هقولك على وصفة هايلة. اربط دراعك بأستك ونط 10 مرات واغسل رجليك بمية ساقعة. اعمل الخطوات دي بالظبط. ده أكيد علاج. ده مش بس علاج، ده سر من أسرار التدريب العسكري عند الفهود. اعمل أنت بس الخطوات دي وادعي لي. وتاني يوم فارس عمل الخطوات بالظبط زي ما قال له عبقرينو، والنتيجة كانت كارثة. أنت لفيت دراعك بأستك ونطيت. مين اللي قالك على الوصفة دي؟ باللي أنت عملته أنت زودت الإصابة الضعف. أنا هروح دلوقتي لفارس واطمن عليه وأسأله عمل إيه في الوصفة اللي أنا اديتها له. إيه ده؟ مالك؟ إيه اللي عمل فيك كده؟ شفت إيه اللي حصل لي يا عبقريين بسبب وصفتك؟ دي إصابة عضلية، كان ممكن أتأذي أكتر. أنا كنت واثق فيك، بس أنت بتخمن الحل وأذيتني. أنا؟ أكيد أنت عملت حاجة غير اللي أنا قلتها لك، فحصل لك كده. ده مش غلطي على فكرة. ليه؟ ليه مش بقدر أقول معرفش؟ هو كده اتأذى بسببي. أنا مش عارف أعمل إيه. عبقرينو، الحقني، كويس إني لقيتك، عندي مشكلة كبيرة. جحر اتحول لفندق 5 نجوم للنمل، بيصحوني من النوم ويقعدوا يقرصوا فيا كل شوية. قول لي إيه الحل؟ أنا هقول له يسأل حد تاني، لأني معرفش الحل لإجابته. مالك يا عبقرينو؟ أنت متعرفش الحل لمشكلتي ولا إيه؟ أنا؟ أنا معرفش الحل؟ لا، مشكلتك سهلة جدا ما تقلقش. أنا عندي وصفة مجربة 100% بتطرد النمل وتخليهم ما يجوش عندك تاني أبدا. بجد؟ قول بسرعة. هتخلط شوية جاز مع نقطة بنزين وربع كوباية خل ومعاهم كربونات الصوديوم، وهترشهم جوه الجحر، ومش هتلاقي نمل تاني أبدا على فكرة. لحظة لحظة، جاز، بنزين، كربونات، هو ده طارد نمل ولا قنبلة دخانية؟ النمل ما بيستحملش الريحة القوية ولا الحرارة الكيميائية. ده علم على فكرة، اسمه الضغط البيولوجي المشتعل. بنزين؟ طيب، هحط شوية بس مع بيكربونات وخل. أنا مش فاهم إزاي، بس أكيد عبقرينو كان عارف هو بيقول إيه. أنا هرش الخليط ده وأطلع أستنى بره عشان الريحة صعبة قوي. ولا نملة ظهرت، يمكن الوصفة نجحت فعلا. إيه ده؟ إيه الدخان ده؟ ده البيت بيولع. الله يسامحك يا عبقرينو، وصفتك قضت على البيت مش على النمل. عبقرينو، أنت قلت له يرش إيه؟ بنزين؟ أنا جحري بقى باربيكيو مش بيت. يعني النمل مشي أهو، الهدف اتحقق. بجد؟ كل شوية حد يتأذي بسبب فكرة من دماغك، وأنت ولا كأن في حاجة حصلت. النهارده بيبو، بكرة نلاقي نيزك واقع علينا بسبب أفكارك. أنا؟ أنا بس كنت بحاول أساعد. يعني يمكن حصل خطأ بسيط في التفاعل؟ ليه؟ ليه مش بقدر أقول مش عارف؟ كلهم بقوا زعلانين مني واتأذوا بسببي، وأنا كنت بس عايزة أبان ذكي ومحدش يقلل مني. مين يعرف ليه النحل بيرقص لما يرجع الخلية؟ تعرف يا عبقرينو؟ أنا؟ أنا مش عارف السبب. إزاي مش عارف؟ ده سؤال سهل جدا. أنت على طول كده مش عارف حاجة؟ بلاش تسأله تاني، شكله مش فاهم حاجة خالص. ضحكوا عليه وسابوا فيه علامة، ومن يومها قرر عبقرينو ما يتسألش عن حاجة إلا ويجاوب عليها، ويتكلم من غير علم عشان يهرب من كلمة معرفش. عبقرينو، إحنا تعبنا. كل نصيحة منك بتكون بداية أزمة جديدة. عبقرينو، أنا بيتي اتحرق بسببك. عبقرينو، لازم نكون صريحين، كلامك بيأذينا، وكل ده لأنك مش قادر تقول معرفش.
أنا أنا كنت فاكر إني لمّا أجاوب على كل حاجة هابقى مهم، بس الحقيقة أنا كنت باخاف أقول ما أعرفش، عشان اتضحك عليّا زمان. إحنا مقدّرين ده يا عبقرينو، بس دلوقتي إحنا اللي بندفع التمن بسبب كلامك. عندكم حق، أنا آسف. من النهارده مش هادّعي إني فاهم، هاسأل وأعرف الحل وأتعلم، بس مش هأذي حد علشان أنا خايف أقول مش عارف. عبقرينو، تعرف إيه الفرق بين الضباب والدخان؟ بصراحة ما أعرفش، بس في كتاب ممكن نقراه مع بعض وأظن هنلاقي فيه الإجابة. في نوعين من الناس، اللي بيقول أنا عارف واللي بيعرف يقول أنا ما أعرفش. أنت بقى أنهي نوع؟ بتعرف تعترف ولا بتغطي خوفك بالكلام؟ اكتب لي في التعليقات. وهل اتأذيت قبل كده من حد كان بيتكلم بثقة وهو مش متأكد من كلامه؟ مستنية رأيكم ونشوفكم في القصة الجاية.